النحاسية. يتفضل الدكتور سعيد بودرة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما له من خدمات، لما له من أيادي بيضاء في إنجاح هذه المحطة الرابعة، يعني مشاركة مكتفة من طرف أبطال وبطلات المؤسسات التعليمية طبعا لنشر ثقافة ألعاب القوى الوطنية. شكرا للدكتور. مدينة المضيق تعيش عرس ولا في الأحلام، نسخة رابعة ناجحة. سكينة حمام. يتفضل السيد رئيس جماعة المضيق سي عبد الواحد الشاعر مشكورا على كل ما تقدمه الجماعة لكل اللجان التنظيمية على مستوى كل المبادرات الرياضية. تفضل السيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم، صباح الرياضة، صباح الجمال، صباح المضيق. يوم رياضي أو عرس رياضي بامتياز هنا في مدينة المضيق، حيث مسابقة للماراثون بمسافة 10 كيلو، وكان يعني يوما حافلا بالتتويجات وبالحضور الكبير سواء لعدد المشاركين أو الجمهور المتابعين وكافة الأجهزة التنفيذية هنا في المضيق والفريدق. فكل التحية لكل من حضر ولهذا العرس الرياضي الجميل. والمغرب أو المملكة المغربية تتبوأ المكانة الكبيرة في عالم ألعاب القوى، وعلى رأسها الماراثون. وبالتالي كان بالفعل يعني كان يوما جميلا هذا الصباح، وبالتالي يعني نرسل رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العرس الرياضي اللي أقيم هنا في مدينة المضيق. وهكذا هم المسؤولون هنا سواء في المضيق، في الفنيدق، في تطوان، دائما وأبدا حاضرين في المناسبات الكبيرة، وأيضا يعني يضعوا التنظيم على أكمل وجه. فكل التحية وكل شكر، وأيضا مزيد من النقاط البيضاء والزهور البيضاء على ثوب مدينة المضيق. معنا أحد الأبطال، أنا بعتبره بطل، بعتبره بالفعل بطل، وهذا يؤكد أن الرياضة لا سن لها. وبالتالي بنرحب بحضرتك الأول. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وصلوات الله عليهم أجمعين. المعيسي محمد نادي بن على القوى، جماعة القلعة، دوال الخميس، عمالة سجان أكادير. أولا كنشكر الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنشكر الأسرة العلوية 10 أطفال و18 أحفاد. والحمد لله كنشكر جميع الشباب اللي شاركوا في هذا السباق ديال مدينة المضيق، وكنشكر المنظمين، وكنشكر جميع الحاضرين. والحمد لله كننصح الشباب على الرياضة والدراسة وبر الوالدين والصلاة وقراءة القرآن، وكننصح الشباب وكنهي الشباب على التدخين والمخدرات والمسكرات والتعاطي لهذه الخطيرة السم القاتل وهو التدخين. الطعام القاتل وهو التدخين. والحمد لله انا شاركت في جميع السباقات من طنجة الى الداخله، وكنشكر والحمد لله كيعطينا الصحه والسلامه ندور الحسيمه ان شاء الله نهار 3 في شهر 3. وكنشكر الشباب اللي شارك في السباق، وكنشكر القناه اللي عطاتني الدردشه، وكان ننصح جميع. عايزك توجه رساله، ننصح جميع الشباب وانت في 80 عام، عايزك توجه رساله توجه رسالة للشباب لمن لا يمارس الرياضة، ماذا تقول له؟ الناس اللي ما كيمارسوش الرياضة خصهم يجوا يترينوا، والتشيبانيين اللي كيلعبوا الكارطة وداما خصهم يبعدوا على ذيك المحرمات. إنما قال الله سبحانه: إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام والجن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا هذا الرجل بعتبره أنا بطل السباق الأول، بعتبره هو صاحب الجائزة الأولى. العمر 80 سنة وجاء من أكادير خصيصا لا يكون حاضرا وبينورنا هنا في المضيق الجميل بهذا الوجه الطيب، وبالتالي شكرا والله شكرا. رضا قناوات من مدينة سيدي قاسم، إقليم سيدي قاسم، مدينة مشرع بالقصيري. تحية لكم الدراري. المرتبة الخامس من تقريبا 2000 البشر. هذا الماطو كان زوين بزاف، كنشكرو. تحية خاصة للأستاذ أمشاشتي. الماطو من أحد المتسابقين. تفضل يا ابني. الصراحة الأجواء كانت زوينة، أخص الدراري كلشي تجمعوا، كانت كلشي زوين الصراحة. واخا كانت قاصحة شوية ولكن المهم ديباني راسنا. المهم كانت الأجواء زوينة. الدراري من أي مدينة جيت أنت؟ من أي مدينة؟ أنا من رينكون. من رينكون. مرحبا. بالتوفيق إن شاء الله تعالى. ومزيد معنا أيضا أحد المتسابقين هنا في المضيق سباق الماراثون، شارك هنا في هذا الصباح. اهلا وسهلا بك يا ابني. السلام عليكم. اهلا. الاسم ديالي يونس النصراوي، منخرط في جمعيه حوض خليج طنجه للالعاب القوى، وكننضم الى جمعيه بيكا سبور فاميلي، وجينا هنا نشاركوا في هذا السباق. والصراحه الله كان السباق بالمستوى بالنسبه للتنظيم بالكل شيء، واخا شويه الارياح وشويه الصعوبه كانوا العدائين في المستوى، والحمد لله توفقنا وقدمنا نتيجه زوينه. اسمح لي مركزك الكام او ترتيبك الكام؟ دخلت الكيرمين، باقي ما طلعش الترتيب بالضبط. نعم. حيث كان عندهم شويه خلل في دخلهم بزاف مع بعضياتنا. من اي مدينه انت اسمح؟ انا من طنجه. من طنجه. جيت من طنجه خصوصا لهذا السباق. اول مره تشارك ولا شاركت؟ لا شاركنا في سباقات، شاركنا في الغابه الدبلوماسيه سباق وشاركنا في سباقات اخرى في طنجه. نعم. والحمد لله هذا السباق تقريبا على حسب هذا العام هذا السباق الرابع اللي كنشارك فيه، ومخارطه في الجمعيه. الطموح ديالي هي الالعاب القوى ما تبقاش موقفه بلاصه، وكنتمنى تزيد بها القدام. حنا شويش في الشمال الالعاب القوى شويش ضعيفه حاليا صراحه الله. اغلبيه طنجه كتعاني شويش من الالعاب القوى بالنسبه للاخر، ولكن الحمد لله ان شاء الله جاي عدائين في المستوى تبارك الله. ان شاء الله يكون باذن الله تعالى مزيد ان شاء الله من يعني التوفيق لك ومشاركه ان شاء الله موفقه في المسابقات او السباقات القادمه ان شاء الله تعالى. شكرا. كل مره اخرى نشكر كل من ساهم وكل من كان له يعني ايدي بيضاء لانجاح هذا المهرجان الرياضي بامتياز المضيق الجميل. اسمي هناء العاقل، وجيت من مدينة الفنيدق، وجيت سعيدة بالتواجد ديالي اليوم مع هاد العدائين والماراثون في الدورة ديالو الرابعة. صراحة تبارك الله كان موتيفاسيون، كان الفرحة، كان الشطيح، كان كل شيء، والحمد لله حنا فرحانين بهاد اللقاءات وهاد المسابقات هاد اللي كيديروا. كنتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله باقي المزيد ديال المسابقات ونكونوا ابطال ان شاء الله وديما مغول. Welcome and Jimmy Brice this day. Hello, I hope you are good. My name is Imad. I live in Mdiq. And I just want to give a special thanks to every single supervisor who works hard in order to make these children, youths, even the olds happy. And I would just to give a special thanks also to all the responsibles who works really hard. Thanks. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى متابعينا الكرام، متابعي هشام بريس. معنا العقل المدبر والذي ادار هذا السباق البديع هنا في اليوم الرياضي بامتياز في المضيق الجميل. بنرحب بحضرتك. شكرا على الاستضافه. كما كتعرفوا اليوم شهدت مدينه المضيق النسخه الرابعه ديال السباق الدولي على الطريق ال 10 كيلومتر. كما كتشوف الحمد لله المشاركين اطفال شياب وصغار كبار، الحمد لله هذا الشيء النجاح كبير. الحمد لله. نبارك طبعا للمضيق ونبارك للقائمين على المضيق بالنسبه في قطاع الرياضه هذا السباق الجميل. انا تبارك الله يعني كان حضور كبير ما شاء الله، عدد المتسابقين وايضا متابعين الجمهور. نقول بقى مستقبل رياضه الماراثون بشكل خاص، ماذا كيف تراها من خلال متابعتك لهذا السباق؟ الحمد لله كما كتعرفوا السباقات على الطريق عطاو واحد مجموعه من الابطال كبار
على الصعيد التربوي جواد غريب، كاين واحد المجموعه من السباقات اللي حصلوا على ميداليه اولمبيه وبطوله العالم، والحمد لله. ونتمناو كما كتعرفوا السباقات على الطريق عطاو ابطال كبار، واحد هو جواد غريب، واحد المجموعه من السباقات على الطريق الابطال الكبار. هذا هو ان شاء الله تعالى مزيد ان شاء الله من التوفيق، مزيد ان شاء الله من البطولات هنا في المضيق وكل عموم ان شاء الله. شكرا على الاستاذه، شكرا جزاكم الله خيرا. اذا متابعينا الكرام، كان معنا العقل المدبر او المسؤول عن هذا السباق، عن هذا اليوم الرياضي الذي بالفعل خرج يعني في حله رائعه جدا جميله، اكدت ان الرياضه ليس في المضيق فحسب بل في عموم المغرب ان شاء الله تعالى في تاريخها الى مزيد من الانتصارات ومزيد من ان شاء الله البطولات والابطال. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.